البيتي فور البيت الجميل، شايفين جماله؟ تعالوا نشوف طريقته هنعمله ازاي. عايزين كيلو زبدة يكون بدرجة حرارة الغرفة، نطلعه من التلاجة قبلها بساعتين 3. نضرب الزبدة كويس في المضرب لغاية لما تبقى كريمي معانا. اديتنا القوام ده، شايفين الكريم ازاي. هنضيف 350 جرام سكر بودر، وندوب السكر كويس في الزبدة. وهضيف 5 بيض، هنزل بيهم بيضة بيضة. وهضيف فانيليا سايلة او باكوين فانيليا بودر. هنا هضيف الدقيق. انا الكمية دي هتاخد معايا كيلو و200 جرام دقيق، بس انا هضيف الكيلو و100 جرام الاول، وال100 جرام التانية هوزعها على بقية الخليط بعد كده. و50 جرام كاستر او نشا. كده انا هقسم الخليط جزئين، الجزء اللي هعمله بالكاكاو. هنا هضيف 100 جرام من الدقيق. شايفين؟ عايزين الفورمة دي بتاعت البسكوت، ونشكل الاشكال اللي احنا حابين نعملها. انا هعمل الشكل ده، الشكل ده جميل، ده عامل زي البسكوت. الشكل ده كمان جميل جدا برضو، دي شكل حلو برضو لما بيتزين. دي جميلة برضو. شكل كده. بعد ما شكلنا الجزئية دي اول كمية عملناها، شكلنا بيها. هنعمل التانية اللي بالكاكاو. الكمية الباقية هضيف معلقتين كاكاو، من نفس القمع اللي انا قطعت بيه على نفس اللي كان فيه الكريمة، حطيت عليه الكاكاو على طول، اداني الشكل كده المرخم ده. وكده بعد ما دخلته الفرن، شايفين اللون بتاعه من تحت، على نار واطية خالص وهادية. ما نسرعش الفرن بتاعتنا عشان البيتي فور من تحت ما يحمرش جامد. وكده هزين براحتي بالمربى، هزين بالشوكولاته قابله الدهن، فورماسيلا. هعمل برضو بالمربى وفول كده، شكل شوكولاته قابله الدهن، شوكولاته سايحه سيحتها على بخار ميه. وهزين بالفول برضو شوكولاته تاني بالجوز الهند، برضو جميله جدا. شوكولاته بيضه برضو سيحتها على بخار ميه. نزين الاشكال اللي احنا عايزينها. وكده البيتي فور بتاعنا بعد ما جهز وتزين. لو عجبكم الفيديو بتاعنا متنسوش تعملوا شير ولايك، ولو اول مره تشوفوا الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. وبالهنا والشفا.